انا عشان اشتغل عايز يبقى عندي خلفية للبيز بحيث اقدر ارسم فوقيها. فبنجيبها ازاي؟ من قائمة فيو، وبنختار من قائمة فيو الباك جراوند. هنستورد الحاجات اللي احنا كنا مصدرينها من المحاضرة التانية في الباك جراوند. لو احنا كنا فاكرين احنا كنا مصدرين 4 حاجات. اول حاجة هنا من قائمة نيو فايل، كنا مصدرينها على الديسكتوب في ملف اسمه سيوج. اول حاجة هستوردها وهي البيز، اتكة اوبن، اتكة اوكي. زي ما حضرتك شايف كده استورد لي البيز، بس هي باك جراوند، يعني لما تيجي تعملها سيلكت ما بيحصلهاش اي سيلكت، هي اكنها خلفيه للشغل بتاعك بترسم عليها. وبيدي لك اوبشنز كتيره جدا. لو بتكينا هنا دبل كليك وهنا شلت علامه صح من الديفولت كلر، انت حضرتك عايزها باللون الايه، وليكن باللون ده، وتتك اوكي، وهكذا اللون بيتغير معاك. في حاجه تانية مهمه جدا واللي هي الشفافيه. انت عايز البيز ما تظهرش بالويت بتاعها، ولكن انا عايزها تكون مخفيه شويه، وليكن هنخلي الشفافيه بتاعتها 60. لاحظ كده الفرق اختفت شويه. تمام، نرجعها تاني للون الاسود، والشفافيه بتاعتها نقللها وليكن خليها 75. كل ما تعلي الرقم كل ما الشفافيه بتاعتها بتزيد. دي تاني حاجه. دي اول حاجه بالنسبه لنا البيز. تاني حاجه بستورد الاليفيشن بوينت. دي البوينت اللي كنت حافظها بصيغه الدي اكس اف. تالت حاجه الاليفيشن تكست. طبعا باللون الاصفر غالبا مش هيكون باين، هنغيره مثلا وليكن اللون ده. وعلامة صح اللي هنا بتتيح لي لو انا عايز اخفي او اظهر الشغل بتاعي. طيب لو من محاضرة سابقة ما كنتش حافظ الشغل بتاعي بصيغة الدي اكس اف، كان ايه اللي هيحصل؟ ما كانش البرنامج هيتعرف على الكاد ده. فالبرنامج بيتعرف على الكاد في صيغة الدي اكس اف فقط. مكملين مع بعض في الانترفيس. خلصت الباك جراوند، ندخل على الامبورت الدي اكس اف اللي هي الكوندويت. انا كنت مصدر التخطيط بتاع المواسير الصرف الصحي بصيغة الدي اكس اف، بس المواسير مش هستوردها كخلفية، لا انا عايزها تكون ظاهرة لان ده الشغل بتاعي. بستوردها من قائمة تولز، موديل بيلدر. دي طبعا حاجات قديمة عايز احتفظ بيها او امسحها. بتكة من هنا نيو، انا كنت حافظها بصيغة كاد، ومن هنا انا كنت مسميها كوندويت، بتكة اوبن. البرنامج اوتوماتيك بيتعرف عليها كأنها بايب. بعد كده بتكة نيكست. الوحدات الخاصة بيا متر، استبلش 1 متر. هنعرف اهمية الخطوة ديت في المحاضرة القادمة ان شاء الله. نيكست نيكست نيكست. اتعرف على طول على الشغل بتاعك انه بولو لاين كوندويت. كل اللي بعمله الكي فيلد بخليه ليبل، وبتكة نيكست نيكست فينيش. هو هنا بيجيب لي رسالة انت عايز ترسم، بقول له يس. هنا بيقول لي احنا استوردنا 79 كوندويت من ملف
الدي اكس اف. بعد كده بقول له يس، اظهر لي الشغل الرسومات اللي موجوده. شفت حضرتك اللي موجود إيه اللي حصل؟ كل نقطه موجوده على طول هو وراها كمنهول، وهنا ديت المواسير الخاصه بتاعتي. يبقى احنا استوردنا مع بعض الباك جراوند، البيز والبوينت، سواء الاليفيجن سواء كان بوينت او تكست، وعرفنا ازاي نستورد الكوندويت.